وجينا معاكم على ارض الواقع علشان نشوف القطعه رقم 35 اتحاد الملاك رقم 2 في مدينه بدر. وزي ما انتم كده شايفين معانا انا في قلب القطعه موجود وواقف، وده اللي حبينا ان احنا نوفره علشان تيجي على قطعه هي موجوده بالفعل. القطعه دي مميزه جدا جدا على خدمات اقليميه دبل فيس وكمان على شارع عمومي. ومعاكم بقى بنوثق الاتحاد رقم 2 في مدينه بدر، اتحاد الملاك اللي احنا اتكلمنا عنه. قطعه مميزه جدا جدا على خدمات اقليميه وكمان شارع عمومي، والقطعه دي هتعجب ناس كتيره جدا جدا، وده اللي احنا كنا بنبحث عنه، ان احنا نشوف القطعه ونقف عليها وبعد كده نعلن عن اتحاد ملاك. اي نعم ممكن تكون الشقه هنا غاليه شويه عشان القطعه بالفعل موجوده، ولكن مميزات الشقه مش هتلاقيها في اي مكان. زي ما احنا اتفقنا الشقه هيكون معاها باكيت جراج وغرفه تخزين وحصه بروف مجانا. مش بس كده، هتاخد حاجه اتعملت وفقا للبنود الهندسيه السليمه والصحيحه، مفيش تخفيف في اي حاجه، والكلام ده احنا هنشوفه على ارض الواقع في توثيق الاتحاد رقم 1 اللي احنا بننفذه بالفعل، ونفس الطريقه هنشتغل بيها في الاتحاد رقم 2. تعالوا مع بعض كده نشوف على الشاشه موقع القطعه ونشوف مدى التميز بتاع اتحاد الملاك رقم 2 علشان تحكموا بنفسكم. وزي ما انتم كده شايفين معايا على الشاشه، ولو حبينا نتكلم دي مدينه بدر كلها، ده البلان او الخريطه بتاعت مدينه بدر. ممكن تعمل زوم عليها يا عبد الله؟ تمام. وزي ما انتم كده شايفين البلان اللي قدامكم ده خاص بمدينه بدر، شامل كل مدينه بدر. المميزات بقى اللي احنا بنتكلم عنها ان احنا في الحي المتميز الشمالي. فين الحي المتميز الشمالي ده؟ في المدخل الرئيسي لمدينه بدر من طريق اسماعيليه الصحراوي، جنب مدينه الشروق مباشره، وكمان مدينه هليوبوليس الجديده ومحطه قطار هليوبوليس الجديده. موقع القطعه اللي احنا بنتكلم عنها على خدمات اقليميه، وكمان المدخل بتاع العماره على شارع عمومي. المنطقه الشماليه او الحي المتميز الشمالي هو اقصى الخريطه من فوق على الشمال. هنزوم مع بعض كده ونبدا نشوف الموقع بتاع القطعه نفسه. دي المنطقه الشماليه او الحي المتميز الشمالي زي ما انتم شايفين. احنا هنا بنتكلم على المدخل، ده المدخل بتاع مدينه بدر الرئيسي، وده الخدمات الاقليميه اللي احنا بنتكلم عنها. الخدمات الاقليميه ده الصف الاول في قطع الاراضي، افضل صف موجود في الحي المتميز على الخدمات الإقليمية. احنا خدنا القطعة في الصف الأول ده، القطعة بتاعتنا رقم 35 على الخدمات الإقليمية مباشرة، يبقى في ظهرها الخدمات الإقليمية ومدخل رئيسي لمدينة بدر، وفي وشها مدينة هليوبوليس الجديدة. ومن قدام بقى بنتكلم على إيه؟ على الشارع العمومي، وكمان في شارع في وشنا في مدخل العمارة. نكبر شوية عشان تقدروا تشوفوا معانا. زي ما انتم كده شايفين قطعه رقم 35، القطعه دبل فيس على خدمات اقليميه وشارع عمومي وفي وشها شارع. وكمان القطعه دي في التصميم بتاعها حبينا نستفيد بكل حاجه جوه المساحه للقطعه دي. هيتكلم معانا دلوقتي الباشمهندس حسام والاستاذ ربيع اصحاب شركه ربيع للمقاولات اللي بينفذوا معانا مبادره انجاز شقه بسعر التكلفه، وهنشوف تقسيمه الغرف من جوه علشان تقدروا تحددوا بالظبط انتوا رايحين تحجزوا في ايه وهتاخدوا ايه تميز سواء في القطعه او في تقسيمه كمان الغرف. وبالمناسبه بقى بما اننا فاتحين معانا البلان بتاع مدينه بدر، حابين نعرفكم بقى اللوكيشن او الموقع لاتحاد الملاك رقم 1 في مدينه بدر، قطعه رقم 697. تعالوا نوريكم مكانها علشان تعرفوا برضو احنا بنختار اماكن مميزه في كل اتحاد ملاك احنا عايزين نشتغل عليه. القطعة رقم 697 زي ما ظهر قدامكم دلوقتي يا جماعة على شارع عمومي، شارع حارتين رايح جاي، والقطعة مساحتها 600 متر ما شاء الله، مساحة كويسة جدا. ثم كمان ان يعتبر تاني نمرة او تالت نمرة من خط القطار الكهربائي السريع، يعني قريبة جدا جدا لمحطة القطار، وفي مدخل يعني يعتبر المدخل شارع عمومي. هندخل كده شمال نلاقي القطعة 697 اللي هو اتحاد الملاك رقم 1 في مدينة بدر. نرجع تاني للقطعة رقم 35 نشوف تقسيمة الشقق من جوه عشان تقدروا تحددوا بالظبط انتوا رايحين لفين. ودخلنا معاكم في الجولة الثانية في حلقة النهارده، هنشوف بقى تقسيمة الغرف من جوه للشقة بتاعتنا في القطعة رقم 35 على الخدمات الإقليمية الدبل فيس. القطعة دي مميزة وتقسيمتها استفدنا فيها بكل حاجة لو احنا قارناها باغلب القطع اللي موجودة في الحي المتميز الشمالي. هنرحب معانا بالباشمهندس حسام والاستاذ ربيع اصحاب شركة ربيع، هيشرحوا لكم دلوقتي على الشاشة التقسيمة بتاعت القطعة دي رايحة لفين وازاي قدرنا نستفيد بكل حاجة في الشقة. اهلا بيك يا باشمهندس حسام، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا، ربنا يعزك دايما كده مع بعض ان شاء الله ونقدر نفيد الجمهور باذن الله. وهنرحب كمان بالاستاذ ربيع. ازي حضرتك ازي حضرتك يا استاذ ربيع؟ خد بقى معانا. ماشي. ازي حضرتك يا استاذ ربيع؟ ممكن تيجي هنا مكاني؟
ماشي. يا اهلا وسهلا، اتفضل هنا مكاني. يا اهلا وسهلا بحضرتك. عايزين بقى من حضراتكم تشرحوا لاحبابنا الجمهور المتابعين التقسيمه ماشيه ازاي في القطعه بتاعت النهارده، وازاي يقدروا يستفيدوا، والغرف دي عباره عن ايه، والدنيا رايحه لفين. طبعا يا دكتور زي ما حضرتك شرحت ان القطعه على خدمات اقليميه وعلى شارع رئيسي، فاحنا عندنا الشارع الرئيسي هنا والخدمات الاقليميه ورا. تمام. المعتاد في التقسيم المعماري والتصميم ان المدخل بيبقى على الشارع الرئيسي، وبالتالي الشقق عندي بتتقسم بالطول، وحوار ان انا اقسم الشقه بالطول ده بيضيع عليا مساحه كبيره في طرقه طويله من اول الشقه لحد اخر الشقه. بيهدر يعني في المساحات، بيهدر معانا في المساحه. فاحنا حبينا نستغل الموضوع ده وخلينا مدخل العماره، انا بيبقى عندي ردود 2 متر ونص وفي بوابه جانبيه، فالمدخل هيبقى على الجنب. ولما خلينا المدخل على الجنب بقت عندنا الشقه مربعه. تمام. فقدرنا نستفيد بالمساحه كلها. عندي ريسبشن وعندي طرق توزيع صغيره عكس طرق التوزيع اللي كانت هتبقى طويله قوي وتهدر معايا مساحه. يعني كده ان التقسيمه المربعه افضل من التقسيمه الطوليه للشقه بكتير. طبعا ده مساحه كامله او توزيعه كويسه جدا. قادر استغل المساحه كلها، وخصوصا انها المدخل عندي بقى مساحته صغيره، والمدخل ده بياكل من مساحه الدور الارضي عندي. تمام. طيب احنا نزوم شويه ونبدا نشوف مع بعض كده تقسيمه الشقه نفسها رايحه لفين، والاستاذ ربيع برضه لو عنده اي تعقيب على الموضوع ده بحكم بقى ان راجل في المقاولات على طول، فيقدر يقول لنا دي ماشيه معاهم ازاي. اهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا الدكتور هاني كان موصينا ان احنا نشوف قطعه تكون كويسه، وطبعا موضوع الشقق ده دايما يا جماعه في المدن الجديده دايما بتبقى الشقه مطوله مش مربعه. تمام. فطبعا في ناس كتير كانت بتطلب من الدكتور هاني ان احنا عايزين شقق مربعه. تمام. بحيث ان احنا الشقق المربعه دايما بتبقى افضل في التنظيم، وطبعا بتوفر مساحه كويسه جدا. وطبعا احنا بنلاقي دي فيها صعوبه، لان اللي موجود في السوق كله القطعه دايما بتبقى مطوله مستطيله، مفيش قطع مربعه. فبنستغل ان القطعه بتبقى دبل فيس، نقدر ان احنا نعمل شقه امامي وشقه خلفي. فالقطعه اللي معانا الميزه اللي فيها ان هي على خدمات اقليميه، وعلى طريق طبعا طريق جنيفا بتبص على مدينه اليوبلس. تمام. والشقه الاماميه على شارع عمومي يعني. طيب يا استاذ ربيع، دلوقتي بحكم ان حضرتك بقى شركه مقاولات وبتبيع وبتبني في السوق بقالك فتره كبيره في الموضوع ده، انت دلوقتي هل اتعرض عليك او اتطلب منك شقق؟ ولما بيطلب شقق هل الشقه فعلا المستطيله او الطوليه افضل ولا الشقه المربعه؟ وانت اصلا تنصح اللي جاي ياخد ايه بالظبط؟ بحكم ان احنا في السوق بقالنا اكتر من 20 سنه، دايما الشقق المربعه عليها طلب. تمام. لانها طبعا بتوفر في المساحه وبتبقى مميزه جدا، والحمد لله ان احنا قدرنا نوفر ده. تمام جدا. طب الباشمهندس حسام بقى تقدر تشرح لنا يا باشمهندس تقسيمه الغرف فعليا ماشيه ازاي، والخصوصيه والتربيعه بتاعه الاوض، وكمان الناس يعني تقدر تفرش ازاي، ولا الامور ماشيه ازاي؟ فاتفضل يا باشمهندس، خد كمان المايكين معاك كده. في البدايه كده يا دكتور احنا مقسمين الشقه الدور لشقتين، الاثنين يعتبروا امامي وواجهه، لان اللي ورا على خدمات والاماميه على الشارع الرئيسي، فبالتالي حتى اللي على خدمات دي على فيو مفتوح فما تعتبرش خلفي. طب فين يا باشمهندس هنا اللي على الشارع العمومي وفين اللي على الخدمات الاقليميه؟ هو هنا عندنا اللي هو الشارع العمومي. تمام. وفي الظهر هنا الخدمات الاقليميه. كويس جدا. وزي ما قلنا الطبيعي ان الناس بتعمل البوابه او المدخل الرئيسي بتاع العماره في النص. تمام جدا. وبالتالي ساعتها الشقه كانت هتتقسم بالطول، احنا بدل كده خلينا المدخل جانبي من على الردود هنا، وبتدخل من في وسط العماره. الدور مقسوم شقتين، واحده يمين واحده شمال. تمام. الشقتين قد بعض بالظبط ونفس التقسيمه ومتساويين في كل حاجه. طيب مدخل الجراج فين هنا يا باشمهندس؟ بيبقى على اقصى اليمين هنا في الردود ما بين السور والمبنى، وبيبقى عرضه 3 متر. كويس جدا. طيب لو احنا حبينا بقى نبص على تقسيمه الشقق من جوه، تقدر حضرتك تقول لنا بقى الدنيا رايحه فين؟ دي مثلا انا شايف دلوقتي دي شقه قدامنا تقسيمه ظاهره كده للجمهور المتابعين، عايزين نعرف هي رايحه لفين. زي ما حضراتكم كده شايفين دي التقسيمه بتاعت الشقه. تمام. حضرتك ده باب الشقه هنا، عندنا ريسبشن كبير ومحترم حوالي 3 متر 70 في 8 متر، وليه تراس بس على الخدمات. ده حاجه حلوه قوي التراس ده، بيخلي كده بيدي روح للشقه طبعا. وعندي طرق التوزيع هنا عامله خصوصيه للاوض النوم، عندي 3 غرف نوم. تمام. والمطبخ هو اقرب حاجه للريسبشن. كويس جدا. وممكن طبعا الناس تفتحه وتعمله امريكان كيتشن او يسيبوه يعني مقفول. تمام. عندي
حمام بيخدم على غرفتين النوم بتوع الاطفال، تمام جدا. وعندي اوضه النوم، في اوضه من اوض النوم فيها برضو تراس، والناس ممكن تقدر توسع اوضه النوم ونشيل التراس نخليه برج يعني. كويس قوي، تمام. وعنده غرفه نوم ماستر فيها دريسنج وفيها حمام فيها دريسنج وفيها حمام خاص يعني بيها. كمان فيها خصوصيه. الحمام والدريسنج دول عاملين كام مساحه تقريبا؟ الحمام متر 65 في 2 متر، برضو مساحه محترمه. كويس جدا. والدريسنج متر 65 في 2 40. طب كويس، طيب ممتاز يا باشمهندس. احنا بنشكركم كتير، وان شاء الله مكملين مع بعض اتحادات ملاك عشان نقدر نفيد الناس حبايبنا متابعين كلام في المفيد وهاني الخميسي. ان شاء الله دايما على خير شكرا. ونعد. شكرا يا استاذ ربيع، شكرا. كل الشكر والتقدير للباشمهندس حسام والاستاذ ربيع اصحاب شركه ربيع للمقاولات اللي بينفذوا معانا مبادره انجاز شقه بسعر التكلفه. يلا بينا دلوقتي على ارض الواقع بقى نشوف التميز ده ونعيشه مع بعضنا. وجينا معاكم على ارض الواقع علشان نشوف القطعه رقم 35 اتحاد الملاك رقم 2 في مدينه بدر. وزي ما انتم كده شايفين معانا انا في قلب القطعه موجود وواقف، وده اللي حبينا ان احنا نوفره علشان تيجي على قطعه هي موجوده بالفعل. القطعه دي مميزه جدا جدا على خدمات اقليميه دبل فيس وكمان على شارع عمومي. القطعه دي هتاخد فيها شقه مربعه ومتقسمه كويس جدا جدا بدون اي هدر في المساحات. الشقه كمان هيكون معاها باكيت جراج وغرفه تخزين وحصه بالروف مجانا. ده الشارع العمومي اللي انتم شايفينه قدامكم، ولف معايا كده كمان دي الخدمات الاقليميه، مدخل مدينه بدر الرئيسي او طريق جنيفا او مدخل جنيفا. وزي ما انتم كده شايفين معايا القطعه في قلب المباني، جنب منها عماره مبنيه والجنب الثاني عماره مبنيه وبتشطف فيها كمان. وان شاء الله احنا صورنا شقه من جوه التقسيمه بتاعتها ماشيه ازاي والتشطيب بتاعها، وتقدروا تتواصلوا معانا نبعت لكم ان شاء الله الفيديوهات اللي انتم بتسالوا عنها عشان تشوفوا القطعه اللي ممكن تحجزوا فيها شقه عامله ازاي. الموضوع مميز جدا جدا، وب 400 الف جنيه بس، وتقسط الباقي على سنه ونص علشان تاخد شقه مميزه جدا جدا وعليها باكيت الجراج وغرفه التخزين وحصه الروف مجانا. وبس كده يا جماعه، انا جيت لكم في قلب الموقع عشان تشوفوا كل حاجه على الطبيعه وتقدروا تحددوا بنفسكم المميزات اللي موجوده في القطعه دي او اتحاد الملاك رقم 2 في مدينه بدر. لو حابب بقى تحجز شقه فيه تقدر تتواصل مع فريق العمل وهو هيقول لك على اسعار الشقق، لان طبعا الارضي غير الاول غير الثاني. المهم تكون عارف انك هتتعاقد ب 400 الف جنيه وهتقسط الباقي على سنه ونص. نقول لكم دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.